السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله طبعا هنطلع من المطبخ خالص ونخش طبعا على صبغات الشعر. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام طبعا. واللي بدأ يشوف الفيديو ما ينساش يعمل لي اللايك ويشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه هنسمي الله زي ما انتم شايفين كده. معايا اول حاجه كده صبغه، اسم الصبغه بلت. نوع الصبغة ده جميل جدا وثابت في لون الشعر. بجد بجد نوعها جميل جدا وحنينة على الراس او على فروة الشعر، وسعرها حنين جدا. الصبغة ديت طبعا بتعمل كل الالوان، فيها كل الالوان طبعا اللي انت حباها. زي ما انتوا شايفين كده انا عايزة حابة ان انا اوريكم بس الحاجات اللي جوه العلبة بتاعتنا. طبعا العلبة ديت لو انت الكمية اللي انتوا شايفينها ديت، لو انت شعرك مثلا واصل كده لحد رقبتك، لو شعرك اطول من كده بتحتاجي علبتين. معايا طبعا في العلبة بتاعتي فيها ازازة الاكسجين ديت، دي ازازة اكسجين. ومعايا طبعا هنا دي الازازة ديت اكسجين، والازازة ديت والانبوب دوت فيه نوع الصبغة، لون الصبغة بتاعك اللي انت حابة، اي لون صبغة بيبقى في الانبوب ده. وطبعا معايا طبعا الورقة ديت فيها، الكيس ده فيه زي مثبت او بلسم بيطر الشعر جدا، واكنك ما انت عاملة صبغة في راسك او في شعرك، بتخلي شعرك طري جدا وناعم. والملمس بتاعها جميل جدا، مبيخليش اي هيشان ولا تحسي ان شعرك شايط كده، ولا جميلة جدا البلسم ده ومثبت للون بتاعك. وطبعا معانا بيبقى جوه العلبة برضو القلبزات او الجوانتي دوت. زي ما انتم شايفين كده القلبزات دي طبعا بتلبسيها اول حاجة عشان خاطر طبعا دي صبغة، والصبغة بتعلم في الايد، فافضل حاجة ان احنا نلبس اول حاجة القلبزات بتاعتنا ديت. ومعايا طبعا عندك الطبق بتاع اللي انت تعمليه فيه الصبغة، عندك طبق بيبقى موجود على طول، اي طبق المهم ما يكونش ما يمسكش فيه. وطبعا عندك فرشة الصبغة برضو بيبقى احسن. انا كده لبست القلبزات او الجوانتيات ديت، لبستها وبالتوكة كده، وقفلت على ايدي عشان الكيس القلبز المشمع ده بيطلع من الايد. عندك استك من اللي هو اليد ده ممكن تحطيه عشان خاطر ايديك ما تتوسخش، لان فعلا بتلون في الايد خالص، عشان زي ما قلت لكم ديت صبغه. الصبغه غير الاكسجين، حتى اللي هي الاكسجين برضو لازم تلبسيله، وان انت بتفتحي بشعرك لازم تلبسيله برضو قلبزه، عشان خاطر فعلا بيعمل بربقه في الايد. انا هفضي طبعا هنا الصبغه بتاعتي زي ما انتم شايفين ديت الصبغه. طبعا اي لون انت عايزاه بتروحي تقولي عليه، بيوريكي هو الدرجات على حسب بقى ايه لون شعرك. عايزة طبعا تغمقيه تفتحيه، مثلا عايزاه اسود، عايزاه بني غامق، كاستنائي، اي لون انت عايزاه موجود، نبيتي، احمر، درجاتها كلها موجودة. البالت ديت جميلة جدا. طبعا انا هفضي الازازة بتاعتي، هفضيها خالص كده، افضي كل الكمية اللي فيها. طبعا انا اللي بعمل لها شعرها خفيف جدا، فما خدتش مني كتير. طبعا دوت اللون ده عاطي على اللي هو البني الكستنائي الغامق قوي. فانت طبعا على حسب نوع الدرجات اللي انت حباها، درجة اللون اللي انت حباه. لو انت حابة تعملي مثلا تعمليه احمر او نبيتي او اللي هو البني الفاتح، انا هقولك هتعملي ايه. بس الاول زي ما انتم شايفين كده انا فضيت طبعا الصبغه بتاعتي كده، دي الصبغه الاولانيه، الكريم ده كان الصبغه، واللي انتم شايفينه ده الاكسجين. الاكسجين طبعا بنقلب الاكسجين مع الصبغه بتاعتنا، عشان الاكسجين بيساعد على اللون بتاع الشعر. فمعاه طبعا انا ما عنديش فرشه اللي هي بتاعت فرشة الصبغة، عادي بفرشة الأسنان تكون عندك مستعملة أو انتي تشتريها وتخليها. ميزة الفرشة ان هي بتاخد لو في شعرية على حرف القورة بتاخده وفاهمة وبتعمل لو في شعر برضو من ورا كده صغير برضو بتاخده. أهم حاجة الصبغة ديت قبل ما نستخدمها بنعمل كده، بنخلطها كده او ندوبها وناخد منها، لازم تعملي اختبار
علشان خاطر فروة راسك ما تتعبكيش. فانت بتاخدي الاختبار بتحطيه عند رقبتك من ورا كده في اخر الشعر وتحطيه، لو بدأ يحرقك يبقى انت كده عندك حساسية منه. فطبعا قبل ما تحطي الصبغة دي في شعرك بتدهني على القورة كده بكريم، اي كريم مرطب عندك، جريسلين، ايفا، اي نوع كريم بتحطيه على قورتك عشان لو عملت حساسية او حاجة. انا بوريكم هنا الورقة ديت كلها الارشادات بتاعة الصبغة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بصوا المدة بتقعدي قد ايه، من 10 دقايق مثلا. يعني انت مثلا لو شعرك فاتح، لو شعرك بتعمليها بودرة فاتحة بتقعديها من ربع ل10 دقايق وتدهنيها في شعرك وتسيبيها. طبعا الصبغة دي مش بتحب ان هي تتغطى عادي، ممكن تسيبيها عريانة. هنا كل الارشادات انت هتقريها وهتمشي بكل الخطوات. بتحطيها طبعا في شعرك وبتسيبيها عريانة. وطبعا بعد ما تقعد الربع ساعة بتغسلي راسك تشطفيها كويس وتحطي عليها المثبت اللي انا وريتهولكوا في شعرك كده، و10 دقايق برضو تيجي شطفاها. المثبت دوت بيخلي الشعر طري جدا. اهو المثبت طبعا بنفك الكيس ونحطه ونسيبه 10 دقايق بيخلي شعرك مرطب جدا، ما بيخليهاش هايش. بجد بجد الصبغة دي تحفة يعني، جميلة جدا. طبعا لو انت شعرك غامق وعايزة تعملي لون بني فاتح بتجيبي بودرة تفتيح واكسجين اللي هي بتبقى علبة كده لونة، بتجيبيها من عند اي حد بتاع من الصيدلية، من اي حد عنده ادوات اللي هي التجميل ديت. بتروحي تاخديها منه تفتحي شعرك. فتحي شعرك من تحت الاول، وبعد ما تفتحيه بعدها ب10 دقايق تيجي شايلة البونيه وتيجي حاطه في الفروة من تحت، عشان في راسك من تحت، عشان خاطر لما بنحطها في فروة الراس فعلا الشعر من جوه بيفتح قوي. فبتديكي النوع الصبغة بتديكي فتحان في شعرك، بتدي كذا درجة. فانت فتحي من تحت الاول وبعد كده فتحي من قدام. بعد كده حطي صبغة من في شعرك من تحت، ماشي. وزي ما انتوا شايفين كده الصبغة بتاعتنا نحطها بتقعد اكتر. وزي ما قلت لكم طبعا الصبغة الفاتحة بتقعد من 10 دقايق لربع ساعة بتقعد في الراس، لكن الصبغة الغامقة ممكن تقعد نص ساعة. ما تخافيش تحطيها وما تخافيش. طبعا اللي انا بعملها ديت اللي هي الغامقة عشان خاطر انا مش بصبغ يعني، انا عاملاها على لون شعرها، بس شعرها فيه شعر ابيض، فبداري الابيض اللي فيه بالصبغة دي. طبعا انت لو شعرك ابيض من قدام بتضطر ان انت تاخدي، ما تعمليش الكمية كلها، بتاخدي زي معلقة كبيرة كده، وتاخدي معلقة كبيرة من الاكسجين ومعلقة كبيرة من الصبغة وتقلبيهم وتعملي بيهم الابيض بتاعك بس. ما تستخدميش الكمية كلها. لكن لو بتلوني شعرك كله يبقى تعملي الكمية بتاعتك ديت اللي موجودة. لو اطول شعرك طويل بتحتاجي اكتر. المهم ان انت لو حابة فتحي شعرك الاول وبعد كده نعمل الصبغة ديت. لو شعرك فاتح وعايزة تعمليه بالصبغة دي ممكن تعمليه، ويا رب يعجبكم. بجد بجد افضل صبغة للشعر. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الفيديو بتاعي هيعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.